ده يوم في العيادة حياتي. كل ما ده بتزيد كم عيان زيادة من الحرامي والعصام في حياة بنت. ده يوم في حياة بنت متجوزة وما عندهاش شغل ولا مشغلة غير بيتها، والنهاردة 26 نوفمبر. صحيت من النوم كده على والله مش طول. عارفين من غيرك كنا نعرف التاريخ ازاي والله. صحيت من النوم كده على طول، دخلت علشان ارتب البتاع الغسيل، وبعدين شلت زفت الغسيل، لقيت عندي كوم غسيل فقفلت عليه الباب ودخلت جوه عشان ما اشوفوش ولا حاجه تجرح عينيا وتضايقني. المهم خرجت عشان ارتب الصاله. بجد تحس انه في دبدوب هو اللي بيرتب الصاله مش انسان. ودي الجزمه اللي الاستاذ شهاب بيركبها يروح بيها. ايه مقاس 49 بجد جزمه كبيره موت، مش عارفه هي اللي بتلبسه ولا هو اللي بيلبسها. المهم دخلت بقى على المطبخ، ما كانش فيه مواعين كتير الحمد لله عشان شاب غسله من امبارح قبل ما ينام. ما تحرجنيش قدام الناس، شاب غسله من امبارح قبل ما ينام. خرجت المواعين من غسالة الاطباق. بصوا بقى بتطلع فله شمعة منوره ازاي يا جدعان، لازم بتطلع جميله قوي. غسالة الاطباق دي ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها ماشي لي. خلاص شفنا ممكن الشوط التاني احسن فين. حاجه بقى أنا البتاعه زهقت. اللي هي بتاعه التوزيع، مش مشكله يعني. بس هنفضل في بطبخ كتير. بطلع بقى برص الحاجات اللي كانت في الصفايه. وغسلت الحوض الحمد لله، الاستاذ شهاب شاريولي بفلوس كتير الله يديله الصحه. وبعدين نشفت المطبخ بفوط العربيه بتاعتنا، احنا ما عندناش عربيه بس جبنا فوط عشان لما نجيب عربيه. والحمد لله نخرج بقى من بره المطبخ بقى. زهقت في المطبخ. شهاب نزل يجيب لنا فطار خفيف كده، ففطرنا اكل خفيف. عيش 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 مدد يا عيش. وبعدين دخلت عشان اعمل ام علي. ايه ده تحط جبنه رومي دي ولا ايه؟ دي زبده جبنه رومي ايه. الحمد لله طلعت طعمها جميل قوي. صح يا شيبه؟ لا الحمد لله. ماشي. ودخلنا بقى نعمل هنا نجيله. عملت للاستاذ شهاب قلقاس بالنجيله، وعملت لي كفته رز وبس كده. باي.